لو أول مرة تعملي الملوخية تخزنيها، أنا هقولك على طريقة حلوة قوي. أنا بعتمد عليها وهتفضل معاكي طول السنة. أول حاجة كده نجيب الملوخية، لازم تبقى خضرة كده مورده علشان تعرفي تخزنيها. وما تيجي تقرطفيها لازم ناخد الورق بس بالشكل ده. مش عايزة أي جذور في ورقة الملوخية علشان أقولكوا التخزين الصح للملوخية بالشكل ده. انا خلاص هخلصها على طول علشان ما اطولش عليكم. وبعد كده هنشوف هنغسلها ازاي. بعد ما خلصتها كده انا بعمل فيها تكة كده، بجيب شوية من الخل، بحط كده حوالي معلقتين، وبنزل فيها بالمية. انتي بقى انزلي من تحت الحنفية كده وبنقعها لمدة دقيقتين علشان اي ميكروب او اي طينة كده مش نظيفة تلاقيها نزلت على طول وسهلت لك الغسيل في الملوخية. بص المية اصلا نظيفة لسه في الاول. انا بعد ما سبتها بقى دقيقتين كده هوريكم ازاي. بصوا بعد الدقيقتين المية بصوا بقى لونها متغير خالص، ده عشان حطينا فيها الخل فنزل على طول اي حاجة فيها. بعد كده بعد ما صفيتها بالمصفى خليها كده تنشف شوية، وبجيب الاكياس الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي، بتكفي معايا حوالي كده ربع كيلو في قلب الكيس عشان ما ياخدش منك مكان. وبنزلها كده سليمة من غير اي غلوة او اي حاجة خضرة كده. تمام. بتعبي بقى الاكياس اللي انت عايزاها، تعبي كيس كبير كيس صغير براحتك. الكيس ده عشان تبقي فاهمة بيعمل الكمية حوالي 3 اطباق من الفخار صغيرين. انا بعتمد عليها ان انا بخلي كمية محدودة كده. عايزة تكتري بقى ممكن تعملي كيسين او تكبري الكيس في التخزين. وبعد ما اخلص خالص بقى كده بتبقى معايا سهلة جدا ان انت تقدري تخزنيها. بصوا انا جبت لكم شكل ده كيس يكفي نص كيلو، قلت هحط كميتين كده يبقوا كبار علشان خاطر لو عندي مستعجلة وعايزة اطلع كيس بس يبقى معايا الكيس على طول. وبعد ما خلصت كده بصي يعني الكيس دوت حوالي نص كيلو ودوت ربع كيلو. تقدري بقى تخزنيها بالشكل دوت تفضل معاكي طول السنة. يا ريت تجربوها ومش هتندموا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم.